السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد الضيافه هذه ديال الكوكلي. كتجي معسله، هي حلوه، كتجي زوينه معسله، كتجي هماويه ورائعه. هنا في واحد الاناء خديت درت معلقه ديال السكنجبير ومعلقه الخرقوم بلدي ونص معلقه ديال الابزار وجوج ضمات ديال الزعفران وعويدات ديال القرفه باش نرقد فيهم هاد الفريخات ديال الكوكلي. هاد الكوكلي اللي عندي انايا هنايا ديال طوسي، وإلا كان تا الرومي راه كيجي زوين. هو الكوكلي كله عاده تيجي زوين، هو فيه الخدمه ولكن كيجي شي حاجه هماويه. كتاخذوا دوك الفريخات وكديري لهم هذيك العطريه مزيان وكتخليهم على الاقل 4 ساعات او لا تقدري يباتوا حتى الغد، كيجيو ألد، كيجيو زوينين. هنايا خديت هاد إبلي هذا وسلقته مع شويه ديال معلقه ديال السكر ونص معلقه ديال الملحه وسلقته مزيان وحطيته كيتسقطر. دابا غادي نوجد هاد الحشوه هذه باش غادي نعمر هذاك الكوكلي. غادي تعمروا بواحد الحشوه حلوه. انا هنايا درت 50 غرام ديال الزبده، يعني 2 معالق كبار ديال الزبده، ودرت العسل. بطبيعه الحال هنايا كندير اللمسه المغربيه اللي هي المسكه الحره والزهر باش كيعطيو ديك النسمه زوينه للتعسل وكتعطي ديك الرائحه اللي متعودين حنا كنشموها دائما. ومن بعد قطعت هذاك المشماش اللي غسلته مزيان وفزكته شويه د الماء وقطعته، وهذاك الاناناس ديال لي بواط قطعتهم طريفات وبغيت كنعسل فيهم حتى خداو هذيك النسمه ديال الزهر وديال المسكه الحره. خليتهم مزيان كيتشحروا شويه حتى تعسلوا شي شويه. ومن بعد بديت كنزيد عليهم هذاك إبلي اللي سلقت، كنزيد شويه بشويه وكنحرك باش ياخذ هذيك النسمه حتى هو وكيجي لذيذ. دابا هادو كنعمروهم حلوين. ومره اخرى ان شاء الله غادي ندير معاكم الكوكلي اللي مالح. الكوكلي في الحقيقه كيجي زوين بزاف وكيجي هماوي وماشي غالي. راه مضايفه ديال هادو كديري 12 فريخ ديال الكوكلي، راه كيجي بحال غديري 3 ديال الدجاجات، غير هو فيه شويه الخدمه وصافي، ولكن كيعطي واحد المنظر زوين. من بعد هنا من يتشحروا زدت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. هاد القرفه والزهر والمسكه الحره راه كيتواتاو مع بعضياتهم كيعطيو واحد الرائحه رائعه. هنايا بقيت كنشحر هذاك الإبلي مزيان تشرب مزيان داك العسل وديك الزبده غير هذا تبارك الله كيفاش جا واحد المذاق رائع، جا زوين بزاف. من بعد هذاك الكوكلي بديت كنعمر فيه وحيده بوحيده. هو كيبغي الخاطر في الحقيقه، كيبغي الخاطر، كيبغي بشويه بشويه وتعمري وتقادي. غير هما الفريخات راه كيجيو لذاذ بزاف ماشي بحال الدجاج الكبير. خصوصا لقيتو هاد الطوسي هذا زوين بزاف. الا ما كان شي راه تا الرومي كيجي زوين. المهم كتبقاو تعمروا فيهم وحيده بوحيده حتى تكملوهم. الا بغيتو توجدوهم في الليل يمكن لك ديري هادشي كله في الليل وتوجديه وتبيتيه في الثلاجه حتى الصباح، وعاد ديك الساعه عاد بداي كطيبي فيه كيجي ساهل، كيسهل عليك الطياب وكتسهل عليك، ما غاديش يكون فيه الخدمه بزاف. استعدادات ديال الليل هي اللي كتعجبني انا بزاف وكنبغي نتقاسمها معاكم. دائما من يكونوا عندكم الضياف دائما الاستعدادات كيكونوا في الليل راه كينقص عليك الشقه ديال النهار. نوجد في الليل كل شيء والصباح كيجي داك الشيء ساهل، غير نحط طنجره وكننزلهم كيكونوا حتى هما نيت الدجاج كيكون شارب العطريه دجاج ولا اللحم ولا اللي كان. انا راه دائما كنتقاسم معكم النصائح اللي كندير دائما. دابا هنايا بحال في الصباح غادي تجيبي الطنجره تكون واسعه شويه وغادي ديري فيها واحد الكاس ديال الماء، حيت حنا ما بغيناش نديروا الزيت ولا شي حاجه. حتى من بعد هنايا واحد البصله كبيره حكيتها حتى هي درتها، وغادي ندير
واحد ما درتش الثومه، كتلاحظوا راني ما درتش الثومه، غير بالبصله كنطيب لان داك الشيء حلو، ما بغيتش ندير هذيك الزفوريه ديال الثومه. هنايا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، ما كانتش عندي في الليل، عاد جبتها في الصباح. هذه راه التحميره ديال الحانوت، يعني ديك الميدمه. اما انا كنطيب بالتحميره ديك المنيوره ما كتعطينيش داك اللون اللي بغيت مذهب. هنايا زدت العويدات ديال القرفه باش يعطيونا ديك النسمه ديال الحلاوه. صافي بديت كنحط هذوك لي كوكلي كنحطهم على صدرهم، راه دغيا كيطيبوا، راه ماشي بحال الدجاج، راه دغيا كيطيب. حطوهم غير مباعدين على بعضياتهم. الا كانوا عندكم الضياف واخا يكونوا طابله ديال 10 الناس غادي ديري 12 فريخ، 12 هما اللي كيجيو زوينين. انا هنا كانوا عندي 14 واحد، ولكن المهم راني حطيتهم وحيد على وحيد، وطنجره كبيره. ومن بعد زدت هذا المعدنوس، ما ديروش القزبر، ديروا المعدنوس، لان المعدنوس كيطلق الحلاوه، ماشي بحال المعدنوس كيطلق الريحه، وحنا ما باغينش دوك الروايح، حنا بغينا الريحه ديال المسكه الحره وديال سميتو باش تطلق تعطينا الريحه. من بعد انا مرقت بالماء حتى وصل تقريبا الفخيضات ديالهم، باش مني يغلى غادي يطلع شي شويه فوق الظهر، ما نكثروش الماء فوق الظهر. خليته دابا كيغلي باش يغلي، وبقى ما درت لا سمن لا زيت. السمن والزيت راه تنديروه من بعد حتى تتغلى الطنجره مزيان وكتدخل كاع في النص ديال الطياب. من يدخل في النص ديال الطياب لانها باش يشرب هذاك الدجاج يشرب العطريه، وهذا الشيء درتو معكم حتى في الدجاج الكبير. هنايا درت واحد 5 ديال التمرات اللي كيعطيونا المذاق حلو، لان الطياب كله غادي يكون تقريبا حلو شي شويه. انا ما حليته حتى بحاجه الا بهذاك التمر. من بعد انا مني غلات مزيان وواحد دوزات واحد نص ساعه تقريبا، عاد غادي نزيد عليها سميتو غنزيد عليها السمن. غادي ندير واحد 2 معالق صغار ديال السمن. الملحه راني غسلتهم شويه بالملحه، وداك الشيء علاش ما درتش الملحه تذوقوا، وحتى توكح الطنجر راه ما درتش الملحه انا نهائيا، لان مغسول بالملحه ما بغيتش نقيسو. انا عاده الدجاج اللي كنحمر راه ما كنديرش فيه الملحه، ولكن هذا راني درت شويه الملحه، غسلته بالملحه والحامض شي شويه. من بعد زدت الزيت، دابا قلبته ها هو لقيتو طاب باش غادي ندير البصله راني شلطتها طويله، لان بغيت انا ديك الدغميره تكون قابطه في راسها. حيت الدجاج ودرت زدت شويه ديال الليداب، لقيت خاص انني نزيد شويه ديال الزيت، وحطيتها كتشحر. من قرب الطيب زدت ليها هذاك الكبده، والدجاج راني درت ليه السمن والزبده والزعفران الحر، ودخلته للفران يتحمر. بقيت كندغمر شويه بشويه هذيك البصله حتى تدغمرات. الدجاج ها هو يتحمر وخرج، هاد اللوين كان عنده زوين، هاد اللون احمر زوين. وجا دابا وقت الحطان راني حطيتهم بحال هكا وحيده حدا وحيده. والطبسيل كيكون كبير، هذا الطبسيل راه ديال 45 هذا، لاني كانوا عندي الضياف. نتوما ديك الساعه ذوقوا باش ما بغيتوا. التزيين تيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيزين. انايا راه درت هاد الفريقات بحال هكا وحطيت الضغميره ما بيناتهم، باش مني كيبغي شي واحد، كل واحد راه كيهز هذاك الفريخ ديالو وكيدير معاه الضغميره وكيهز معاها شويه ديال إبلي، كيجي زوين بزاف. كنتمنوا انكم تاخذوا فكره، ولا عجبتكم القناه ديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وشكرا مسبقا، وبصحه وراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.